مساء الخير عزيزي الفنان، اهلا بيك في فيديو جديد. معك محمد صلاح. في الفيديو ده النهارده هنشوف حاجه جديده جدا، هو انك ازاي تقدر توزن اللوجو بتاعك وايه هي طرق الوزن بتاعه اللوجو ده. خلونا نشوف. اولا هي طريقه الوزن بالنسبه الذهبيه. تاني حاجه طريقه الوزن بالشكل السيمتري او الوزن السيمتري. باختصار ان كل الاشكال الهندسيه موزونه سيمتريا، وهنعرف ده بعدين. الاتزان البصري، ان الحاجه تكون متزنه بصريا سواء بقى بالالوان او بالمحتوى. وفي النوع الرابع من الاتزان هو ان في شعارات بيكون متعارف على النسب بتاعتها بشكل مسبق، زي انك بتعمل حاجات زي الطيور، زي النباتات، زي الحاجات اللي في الطبيعه، فانت اوريدي عارف ايه النسب بتاعتها. اما الجزء الاخير ده هو ازاي انك ترتب نسب العناصر بتاعه الشعار بتاعك. خلينا نقول بارت 2. وعشان الدرسين دول مرتبطين ببعض بشكل كبير، انا حاولت ان انا اخلي الجزء ده بارت 1، والجزء الجاي اللي بيتكلم عن نسب الشعار وازاي انك ترتبها في جزء تاني. يلا بينا نبدا. اولا طريقه الوزن بالنسبه الذهبيه. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن النسبه الذهبيه دي فيما سبق في الدرس اللي فات، هسيب لك الفيديو فوق تقدر ترجع تشوفه. هنا انت بتعمل اللوجو بتاعك، طالما ان اللوجو بتاعك يعني خلينا نقول ان هو بيلت اس بير الجولدن ريشيو دي، او ان هو تم تاسيسه او بناؤه او تم انشاؤه بناء على القواعد بتاعه النسبه الذهبيه، يبقى هو بشكل تلقائي موزون. يعني مفيش حاجه في النسبه الذهبيه مش موزونه، سواء اللوجو ده اللي اتعمل على شكل النسبه الذهبيه نفسها، او سواء زي اللوجو اللي تحت ده اللي احنا كنا عملناه مع بعض في الحلقه اللي فاتت، وعرفنا ازاي ان احنا ممكن نظبط النسب بتاعته. الاتنين لوجو دول برغم ان هو تقدر تقول ان هو الوزن كله الناحيه دي والحته دي فاضيه، لكن مع ذلك اللوجو ده يعتبر موزون لانه معمول بالنسبه الذهبيه. الطريقه الثانيه هو الوزن السيمتري. الوزن السيمتري دي باختصار هو انك تقدر تلاقي محور سيمتريه للوجو بتاعك ده، محور او اتنين او تلاته، يعني انك تقدر تقسم اللوجو بتاعك ده لاجزاء زي بعضها بالظبط لكن معكوسه. بمعنى الشعار اللي قدامنا ده نقدر نقسمه للابيض والاحمر، سواء الخط بتاع الانقسام ده كان ستريت او حتى كيرفد، يعني مش مهم، المهم ان يكون في خط واحد اقدر اقسم بيه اللوجو بتاعي لجزئين متماثلين بالظبط، خط او اكتر، يعني يكون عندنا محور تماثل او اكتر من محور تماثل. يعني اللوجو اللي قدامنا ده اللي احنا شايفينه الاحمر ده، لو جينا كده عملنا كده فاحنا عندنا محور تماثل 2 3. قسم لي اللوجو ده لجزء 2، 3 اجزاء متماثلين بشكل كبير. تمام. والموضوع ده مش بينطبق بس على الاشكال الهندسيه، او مش بينطبق بس على الاشكال بتاعه اللوجو، لا ده كمان ممكن اللوجو بتاعك لما يكون كتابي. تقدر تقول ان اللوجو اللي قدامك ده كتابي لكن ليه محور تماثل من هنا، الجزء اللي على الشمال ده زي الجزء اللي على اليمين ده بالظبط، فبالتالي ده يعتبر وزن سيمتري. طبعا الفراشه وطبعا المثلث ده بنفس الفكره، طالما وصلت الفكره يبقى ايه، كل دول بينطبق عليهم نفس المبدأ. بعد كده عندنا الاتزان البصري، ده من احب الانواع بالنسبه لي. هو انك بتقدر توزن الحاجه بعينيك، ومش شرط ان هي تكون زي بعضها بالظبط هندسيا، لكن ممكن تكون زي بعضها بصريا. يعني يكون عندك كتله على اليمين وكتله على الشمال، لون على اليمين بيرد عليه لون تاني على الشمال، محتوى معين بالكتاب على اليمين لكن اللوجو بتاعك موجود على الشمال، وهكذا. زي الكومة بتاعت الحجارة اللي قدامك دي، لو احنا جينا نبص عليها كده مش هنلاقي لها محور اتزان متماثل، لكن نقدر نقول ان المحور بتاع الوزن بتاعها بيتركز في الجزء اللي في النص ده، لكن انت شايفها قدامك كده متزنة واكيد مش هتميل ناحية اليمين او الشمال، برغم ان هي مش سيمترية بشكل كبير. وكذلك اللوجو اللي قدامنا ده هو منحني بالشكل ده كده. الانحناء ده خلى ان المحور بتاعه يكون في النص، فانت تحس ان الراجل ده برغم ان هو بيتحرك، او ان الشعار ده برغم ان هو متحرك كده الا انه ثابت ومتزن. وكمان الكيرف اللي ظهر ده من الشعار بتاعي لما دخل فيه الكلام الناحية دي تحس ان هو وزنه بقى عندنا محور تماثل بالشكل ده في المكان ده مثلا كده. خلينا اقول ان انا عندي بالك كبيرة كده اللي هي الكلام، وبالك الناحية التانية اللي هي اللوجو نفسه. وكذلك اللوجو بتاع نايكي ما تقدرش تعمل له محور تماثل، لكن تقدر تقول انك انت من اول هنا عندك الجزء الكبير ده من العلامة بتاعت اللوجو، لكن عوضها الناحية التانية بالاستمرار لمسافة طويلة ناحية الايه،
اليمين عشان يبقى عندك محور تماثل بصري. وكذلك اللوجو اللي احنا عاملينه ده، اللوجو الابيض الكبير او الجزء الابيض الكبير ده ما كانش هيبقى متزن لو لوحده، عشان كده ضاف له في الجزء اللي فاضي ده الدايره الحمراء اللي انت شايفها قدامك دي، وخلاها حمراء كمان عشان يقدر يلفت ليها الانتباه، فتوازن بالنسبه لك اللوجو من ناحيه اليمين زي ناحيه الشمال. فاحنا لو عملنا كده محور تماثل بصري كده، هنلاقي ان جميع الاجزاء فيها عناصر نقدر نقول ان هي ايه، عامله اتزان للوجو، سواء الاتجاه ده او ده او ده او ده، برغم ان هو مش متزن هندسيا او سيمتريا زي الايه المكان اللي فات ده. حتى ده بيبان كمان في الايه في الشعار اللي انا عامله ده، اللي بيمثل الكاتيجوري نفسه. زي ان احنا دلوقتي لو عندنا الشكل اللي قدامنا ده، لو انا عملت كده قلت ان الدايره دي كلها كده بتوازن الثلاث دوائر الصغيرين دول، مش متكافئين في العدد لكن نقدر نقول متكافئين في الكتله او الوزن البصري بتاعهم. النوع الأخير بقى بالنسبة لنا هي الشعارات اللي بالأشكال متعارف عليها ومتعارف على النسبة بتاعتها، زي مثلا لما تعمل هلال، شكل هلال مثلا أو كده، أو تعمل شكل نجمة، فأنت بالتالي أنت عارف الأشكال دي. فلو أنت قدرت تلعب في الأوزان بتاعتها بشكل عادي، ده مش هيكون مضر، لأنك أنت في الأول والآخر أنت عارف إن دي نجمة، وأنت عارف إن ده هلال، وأنت عارف إن دي صورة شخص معين، وده وجه مثلا. زي مثلا في الحالة بتاعتنا دي نبات، حتى وإن كان اللوجو ده مالوش محور تماثل، لكن هو في الحالة دي ليه محور تماثل رأسي بالشكل ده يمين وشمال. لكن ده مش مهم ليه؟ لأنك أنت عارف إن دي في الأول والآخر نخلة، فالنخلة دي بتكون من فوق بالشكل ده ومن تحت بتكون بالشكل ده، فمش مهم عندي إن هي تكون متزنة. كذلك الجمل ده ملوش محور تماثل، لكن انت في الاخر عارف ان ده شكل جمل، ده شكل حيوان متعارف عليه بالنسبه لك، فهو لو معمول بالشكل الصحيح هيبقى متزن بالنسبه لك، حتى ولو ما بيخضعش لاي قواعد من القواعد اللي فاتت دي. كذلك الايد اللي جنبك دي، وشكل النار، شكل النار دي كان ممكن تخليها انت بالشكل ده وتخلي دي اطول شويه، وهتبقى بالنسبه لك طبيعيه برضو. ليه؟ لان دي بالنسبه لك نار، والنار بالنسبه لك لا تخضع لنسب معينه، فانت لو كان فيها اي تغيرات هيكون ده مرضي جدا بالنسبه لك، او خلينا نقول مقبول جدا بالنسبه لك، مش هتلاحظ فيه اي شذوذ. خلونا ننتقل هنا لاشهر مثال على الاتزان بتاع اللوجو، اللوجو بتاع ابل. دلوقتي احنا عندنا محور اتزان الناحيه دي، وعندنا نص التفاحه الناحيه دي كامل، والنص ده مقسوم. فاحنا عشان نوزن بقى اللوجو احنا محتاجين نضيف جزء، فطالما احنا هنضيف جزء، هل نضيف الجزء ده ناحيه اليمين هنا ولا ناحيه الشمال؟ الطبيعي ان هو بيقول لك ناحيه اليمين، لان ناحيه اليمين بصريا غير متزنه، ناحيه اليمين بصريا اقل من ناحيه الشمال، فبالتالي انا لما هزود له الجزء اللي انا عايز ازوده هزوده ناحيه اليمين. يعني انا لو هعمل كده، اروح جاي اعمل كده مخليها باللون الابيض، هتكون كده واقعيه اكتر بشكل كبير من ان انا اعملها بالشكل ده واخلي دي هي الابيض. انا هنا زودت الكتله اكتر بكتير الناحيه دي عن الجنب اليمين، فبالتالي الشكل ده بالنسبه لي هو اللي صح اكتر من الشكل اللي فات. فكده اللوجو ده نقدر نعتبر ان هو متزن بصريا. ومن اشهر الامثله كمان على موضوع الاتزان ده هو الشعار بتاع اليوتيوب ده. لو انا اعتبرت ان الشعار ده وزنته انا وزن سيمتري، او اي نوع من انواع الاتزان اللي انا قلتها غير الاتزان البصري، هيطلع لي الشعار الفيك اللي قدامي ده. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا لو خدنا الاتنين لوجو دول لفوق كده، نقدر نشوف ان اللوجو ده لو انا خدت خط في دول في المنتصف، هيجي لي بالظبط في نص الشعار، لكن مش هيبقى في نص الشعار بتاع المثلث ده. وده اللوجو ده موزون سيمتريا لكن مش موزون بالشكل البصري، لان بالشكل البصري انت بتشوف انك عندك الجزء ده كده واحد، والجزء ده كله يعتبر بالنسبة لك اتنين، فنسبة اتنين دلوقتي بقت أكبر من واحد، فأنت اللوجو بالنسبة لك موزون سيمتريا لكن مش موزون من الناحية البصرية. لكن لو رحنا للشعار بتاع اليوتيوب الحقيقي بقى هنلاقيه عامل ازاي؟ هنلاقي ان هو جاي بالشكل ده من هنا وكده. تعالوا ناخد الإمام بتاعنا في النص كده، بالظبط كده. اللوجو بتاعي اللي جوه ده، او خلينا نقول المثلث اللي جوه ده، اتحرك شويه، كان هنا اتحرك بقى هنا عشان يكبر لي المساحه دي شويه
هنا اللي هي كانت في اللوجو اللي فات 1. كمان اللوجو بتاعي يبقى مقسوم بأنه شكل بقى، يبقى مقسوم بالشكل ده كده. بقت دي عندي مساحة ودي عندي مساحة، فبقيت أنا حاسس إلى حد ما بصريا المساحة 2 بقت قد 1، وهو ده اللوجو الصحيح لليوتيوب. لو احنا لاحظنا هنا أنا خدت الأئمة بتاعتي كده، الخط ده في النص. هنا بقى لو ركزنا في الاتنين دول على نفس المسافات. بص الشعار اللي لو كنا احنا عملناه استنادا للوزن السيمتري كان هيبقى في المكان ده، لكن هو في الحقيقة معمول بشكل اتزان بصري، فموجود في الجزء ده مايل ناحية اليمين شوية. فعشان كده دايما بيكون مش شرط انك تعمل الحاجة متزنة سيمتريا، لا، ممكن توزنها بالنسبة الذهبية، او ممكن كمان توزنها بصريا، او كمان سيمتريا، بس بيكون السيمتري ده افضل في حالة الاشكال الهندسية المنتظمة. يعني انا المثلث ده بالنسبة لي لو كنت انا بشوفه بالشكل ده اكيد هيكون وجوده في النص هيكون افضل، لانه هيقسمهولي يمين وشمال وهكذا. كان هو ده الدرس بتاع النهارده، حاولت ان هو يكون درس سريع خفيف. انتظروني في الجزء الجاي، لازم تشوف لانه مرتبط جدا بالجزء ده. واهم حاجه ما تنساش ان مشوار ال1000 ميل بيبدا بفكره.